عسلامة. هذه الفيديو موجه لأختي سميرة، واللي ما يعرفش سميرة العبيدي هي زوجة صالح كركر من مؤسسين حركة الاتجاه الإسلامي اللي هي توا النهضة. سميرة العبيدي هي الشخص اللي رباني وكبرني، وهو اللي عرفني على الإسلام السياسي. هي أختي الوحيدة اللي كنت نثق فيها، وتعلمت على يديها ياسر حاجات كانت لاهية بيا، سواء وقت كنت صغير أو وقت كبرت، وكانت هي اللي تقريني وهي اللي نشاورها في كل شيء. عام 87 بعد فشل انقلاب النهضة الاتجاه الإسلامي وقع الفراق بيني وبينها نتيجة الإسلام والسياسة. رجلها خذا موقف مني على أساس أني خائن للقضية، وهي بالطبع خذات موقف رجلها وما عادش تكلمني إلى تقريبا منذ فترة قصيرة. حكيت معاها بعض الكلمات وكنت نتمنى أني نحكي معاها أكثر، ولكن مع الأسف علمت منذ مدة أنها مصابة بمرض السرطان وأنها سوف تموت قريبا. حاولت عن طريق العائلة أن أتصل بها، ولكن قالوا لي راهي في غيبوبة وإنها ما عادش باش ترجع وباش تموت من غادي لغادي. أنا مانيش مصدق هذا الكلام، يعني عندي إحساس اللي هي ما هيش في غيبوبة، وإنما ما نعرفش الأسباب اللي خلاهم يقولوا هذا الكلام. المهم، أنا مانيش باش نلومها على اللي وقع، ومانيش باش نلومها على 30 سنة ما حكيناش مع بعضنا، أما نلومها على حاجة واحدة، إنها خذات موقف وما سمعتش وجهة نظري كاملة. يعني الإنسان وقت تحكم عليه لازمك تسمعه، ما تسمعش من جهة واحدة. هذه حاجة. أما الحاجة الثانية، سميرة اللي خرجت من الإسلام وعرفت خطر الإسلام، حبيتها قبل ما تموت على الأقل تعمل حاجة مهمة في حياتها. سميرة معناتها شخصية قوية جدا، كانت كيما أمي وعندها كلمتها، ونجم نقولوا بدت العائلة كليا عندما تزوجت صالح كركر والكلهم ولاو إسلاميين. هذه التفاصيل ما نحبش ندخل فيها في الفيديو هذه، على خاطر باش تكون مفصلة في الكتاب اللي أخيرا سوف يصدر في بداية 2017، وكنت نتمنى أنه تقراه، لأن النسخة الأولى متاع الكتاب اللي خرجت عام 1997 هي نسخة مزورة وتم استغلالها لضرب زوجها صالح كركر. صحيح أنا عندي موقف من صالح كركر، ولكن أدري أن صالح كركر إنسان وطني، وهذا أعترف به وباش نأكده في الكتاب متاعي. كما قلت لكم، ما سمحتليش الظروف باش نحكي معاها، ويمكن تموت من غادي لغادي وما نحكيش معاها، لهذا عملت هذه الفيديو. سميرة وقتها مشيت لفرنسا وقعدت في فرنسا، وكانت عندها نظرة سلبية اتجاهي على أساس إني خائن. من بعد بدأت تتكون لها فكرة على أساس إني سحار وإني نسحر في العباد وغيرها من الأفكار اللي تدخل للمسلم العادي. فاتجهت معناتها للعرافة وللشوافة باش تحاول تلقى حل لمشكلتها على أساس إني أنا سحرها. وخلال البحث متاعها، خاصة بعد ما أوقفوا زوجها في الإقامة الجبرية، تعرفت على مذهب ديني هندوكي، وبشوية بشوية انتمت إليه. هذا الدين هو معناتها يقوده شخص اسمه برهما بابا. هذا الشخص تولد عام 1880 وكان تاجر ألماس، وأصبح غني جدا. وبعد فترة، يعني هو عمره تقريبا 56 سنة، في 1936 قال لك جاته يعني رؤى اللي قالت له لازم يقد المذهب متاعه أو الدين متاعه. طبعا خلق الدين في الهند أمر عادي، ولا رؤية ولا هم يحزنون. وإنما تعرفوا اللي تابعوا في الفيديوهات متاعي أن الديانة الهندوكية والديانة الفيدية اللي يتعرف عليها ينجم بسهولة يخلق أي دين. المهم، جمع ثروته الكل وعمل هذا المذهب متاعه اللي سماه من أجل السلام والحب، وعين 8 نساء اعتبرهم هما اللي باش يقودوا هذا الدين متاعه. طبعا هو مات عام 1969
ولكن المؤسسة متاعه اللي هي معناتها منظمة عالمية ومعترف بها في الأمم المتحدة، عنده تقريبا أكثر من 110 مركز في العالم، وعنده المكان متاعه اللي تولدت فيه عامله كيف المزار للحج. وفي الهند عنده كثير من المراكز، وفي كل دولة أوروبية عنده كثير من المراكز، وهو يخدم كان عن ساه، لأن الرؤية اللي جاته حسب ما يقول هو هي لا رؤية لا شيء. هذا موجود في الفيدية وفي الغنوصية، أن المستقبل العالم هو للنساء. هذا معناتها تنبؤ أو رؤية غنوصية أو رؤية فيدية تقول أن السلام لا يتحقق إلا بالمرأة. وهذا نوعا ما منطقي، لأن المرأة هي اللي تربي وهي اللي تكبر وهي اللي تعلم. المهم المذهب هذا يعني في فترة من الفترات اتهموه، فما فرع منه كان باش يعمل ما يسمى انتحار جماعي في إسبانيا. كما في أوروبا معتبر هو مذهب نوعا ما أو دين نوعا ما خطير، لأنه يؤمن بنهاية العالم، وهذا الدين يؤمن طبعا بالتناسخ وما يسمى بالعودة الأبدية. وعنده برنامج خاص للأكل، يعني يمنع للأتباع متاعه أنهم يمسوا ولا يقربوا اللحم أو مشتقات اللحم بطريقة جدا متعصبة. المهم سميرة العبيدي خرجت من الإسلام أخيرا وانضمت لهذا الدين، ولم تعلم في الأول زوجها، ولكن بعد أن أصيب زوجها عام 2005 بالجلطة الدماغية أعلمته، وهو طبعا ما عنده ما يعمل وقتها، وقبل بالحال وارضاع. المهم نحت الحجاب وأصبحت تلبس كيما المذهب متاعها، وتحج للهند في شهر مارس تقريبا. والمكان هذا معناتها يجوه من كل العالم، وعلى أساس أنهم يحضروا من أجل السلم والأمان في العالم. طبعا هذوما الأديان وهذوما المذاهب وهذوما كل هذوما المؤسسات، يعني الهدف متاعهم هو السخرية من الناس. طبعا هي حرة أن تنتمي لهذا الدين أو لهذا المذهب البراهمي، خاطر اسمه براهم بابا، هذا الجورو متاعهم ما يسمى الشيخ متاعهم، يعني الذي يعلمهم الروحانيات. الروحانيات هي مسألة شخصية 100%، لا يمكن أن يعلمك إنسان آخر الروحانيات، نجم نقولوا مجرد تابع مثله مثل بقية الأديان. أنا هوني حبيت في الفيديو هذه نتكلم على زوز حاجات، أو بالأحرى على 3 حاجات. أولا الحاجة الأولى اللي حبيت نحكي عليها هي أن سميرة اللي شخصيتها قوية، واللي معناتها قبل ما تتبع الإسلاميين والاتجاه الإسلامي وقتها انتمت إلى الاتجاه الإسلامي، يعني أقنعت مئات بل آلاف من النساء باش يدخلوا في حركة النهضة سواء في أريانا أو غيرها، وعملت مدة عشرات السنين في هذا المجال. من بعد اكتشفت اللي الإسلام حكايته فارغة، فانتمت إلى الدين هذا متاع الفيدي أو الهندوكي، وأصبحت تعمل نفس الشيء، يعني تحاول باش تهدي الناس للدين هذا. يا سميرة ما تعلمتش من التجربة الأولى؟ ما تعلمتش من التجربة الأولى؟ راهو الحاجة اللي تكتشفها أنت خليها لروحك، لأن ما تعرفش اللي لقيته أنت صحيح ولا غلط. يمكن تنصح الناس، يمكن تقول لهم وجهة نظرك، أما تجي تخدم وتضيع فلوسك ووقتك وحياتك على حساب روحك باش تهدي العباد. كل إنسان رب نفسه. أنا زاد غلط، أنا بيدي غلط، ولكن تعلمت إني ما عادش نهدي حتى إنسان، نتلهى بنفسي، نقول أفكاري صحيح، نقول وجهة نظري صحيح، ولكن كل إنسان ياخذها كما يحب هو، وياخذ منها اللي يحب هو واللي يساعده هو واللي تتطلب الحاجيات متاعه. راهو أي تجمع مهما كان يقول لك نحبوا نعملوا الأمان والسلام في العالم، راهو حكاية فارغة، راهم يكذبوا عليكم وراهم يسخروا بعقولكم ويحسبوكم كما القصة. هذه معناتها المسألة اللي حبيت نقولها الأولى. المسألة الثانية، أنا تمنيت سميرة اللي معناتها كانت قوية وتدخلت في الاتجاه الإسلامي ولا تظل صالح كركر، واللي هو 10,000 مرة رغم اختلافي معه أفضل من اللي توا موجودين في النهضة العملاء والخونة. أنا حبيت سميرة قبل ما تموت أنها
تعمل تيموانياج، تعمل شهادة لتونس، على الأقل تكفر على ذنبها. صحيح هي توا تؤمن بدين جديد وتؤمن بالرجعة أو ما يسمى بالعودة الأبدية، وتعتبر نفسها أنها باش تموت وباش تعاود ترجع تكمل المهمة بتاعها. راهو هذا يا سميرة كلام فارغ. في الكون ليس هناك تكرار، ليس هناك تكرار، وليس هناك شيئين متشابهين. أعلم هذا جيدا. فهمت؟ أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل متاع المسألة هذه، أما حبيت نقول لك يا سميرة، راهو الأفكار اللي تؤمن بهم موجودين عندهم آلاف السنين صحيح، راهم مجرد مخدرات. هذه مسألة الجنة والنار مخدرات، مسألة العودة الأبدية مخدرات. هذه كيما الأكسجين اللي يعطيوهولك في الطيارة وقت تجي الطيارة باش تطيح، باش تهدي لك أعصابك وباش تموت في أمان. لو هناك شيء يمكن أن يعود إنسان ميت لازم يكون العلم، لازم يكون العلم. وهذه المسألة أنا باش نتكلم عليها بالتفاصيل في الفيديوهات متاعي اللي أنت ما تحبش تسمعهم على خاطر خايفة أنك تتأثر بهم. راهو الإنسان اللي يبدأ يؤمن بحاجة ما يخافش باش يسمع كل شيء. بالنسبة لها هي معناتها ما تحبش تفسد أفكارها أو ما يسمى بالنقاء الداخلي متاعها. إذا شنو هو الفرق بينك وبين مسلم ما يحبش يسمع الأفكار الأخرى باش يبقى مسلم؟ كيف كان أنت واثقة في روحك تسمع كل شيء وتناقش كل شيء وتحكي كل شيء، ما تهربش. الهروب هو المصيبة الزرقاء. أنا ما عندي ما نخبي، أنا عملت أغلاط في حياتي، أنا إنسان، ولكن تعلمت من الأخطاء متاعي. أنت عملت أخطاء كبيرة حتى في حقي، في حقي أنا. فهمت؟ أبسط شيء حرمتني من طفولتي. تتذكر وقت كنت نلعب تجي تاخذني معاك باش نمشي نحضر للحلقات؟ توا انت تتبع دين يدعو للسلام وللامن، انت ما تصالحتش مع اقرب الناس ليك اللي ربيته بيديك، ما تصالحتش معاه. كيفاش تدعي انك تدعو للامن وتدعو للسلام؟ اي سلام؟ راهو الاغلاط يوقعوا، مش مشكل. راهو الانسان اللي يغلط دليل على انه انسان حي، انسان يتحرك. كما يقولوا اللي يعثر هو اللي يمشي، اما اللي يقعد قاعد على كرسي عمره ما يعثر، ماهوش فخر. اذا انا غلطت وغلطت ياسر، وانت غلطت في حقي، وغلطت في حق العائلة كاملة، وغلطت في حق تونس كاملة، وغلطت في حق آلاف العائلات. والتوا تقول نحب نموت في سلام. أي سلام تموت فيه؟ أي سلام؟ صالح كركر الآن مات أو تقتل، فهمت؟ بالأحرى علاش ما تعملش شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ تقول الأخطاء اللي عملتهم وعملتهم حركة الاتجاه الإسلامي والنهضة، واللي عملهم راشد والجبالي وعلي العريض وكلهم بالأسامي متاعهم اللي تعرفهم. عمل تيمونياج، اشهد. صحيح قالت لك لا أنا ما نحبش نحكي، أنا خايفة على أولادي. خايفة على أولادك؟ ما خفتش على تونس؟ ما خفتش على الأجيال القادمة؟ قول لهم راهو الإسلام كذبة، وراهي الحركات الإسلامية كذبة. قول لهم بكل صراحة، وقل لهم شنو عملوا والجرائم اللي عملوهم وانت تعرفهم الكل. صحيح أنا باش نقول كل شيء اللي نعرفه في الكتاب، ولكن شهادتك أنت باش تساعد آلاف التوانسة باش ما يوقعوش في الخطأ هذوما اللي مشاو لسوريا، خاطرك أنت ما تكلمتش وفلان ما تكلمش، وقداش من إسلامي جبد روح وخاف وما تكلمش. علاش ما تتكلموش؟ توا باهي فما أشخاص خايفين على رواحهم، أما أنت بين موت وحياة تقول لي خايفة على أولادي؟ خايفة ما نتكلمش، خايفة على أولادي علاش؟ ولا خايفة نشوه صورة راجلي؟ على الأقل بينك وبين نفسك، يعني باش تموت مرتاحة، باش تموت ضميرك مرتاح، نفسك مرتاحة. أنا كل الأخطاء متاعي ونقولهم وما عندي علاش حتى شيء نخاف منه. غلطت ونصلح ونعمل من أجل نصلح. هذا معناتها اللي حبيت أنا، معناتها كنت نتمنى اني نحكي معاك قبل ما تموت وتسمع وجهة نظري وتسمع شنو وقع عام 1987، خاصة من بين 1985 و87، ونحكيو مع بعضنا وتقول لي الجوانب اللي انا ما شفتهمش، ونقول لك الجوانب اللي انت ما شفتهمش، باش تعرف الغدر والخيانة والخبث، فهمت؟ وعدم الإنسانية اللي وقعت من طرف حركة الاتجاه الإسلامي التي تسمى النهضة الآن، باش تمنع آلاف الأشخاص ينضموا لهذه النهضة الإجرامية
ويمشوا يقتلوا رواحهم ويدمروا عائلات. 30 سنة، أكثر من 30 سنة، 40 سنة والنهضة تدمر في تونس. خايفة على أولادك، خايفة على أولادك. صحيح توا حتى وليد من أولادك ما تبعك في الدين متاعك، وحتى وليد من أولادك فهمت ما تبع النهضة. صحيح بعدتهم عن النهضة، هذه حاجة باهية، ولكن ما فكرتش في ولاد تونس، ما فكرتش في ولاد الوطن متاعك، ما فكرتش. أكثر شيء فكرت فيه قبل ما تعرف المرض متاعك أنك تهبط لتونس وتعمل مركز للمذهب متاعك جديد وتدعوهم للمذهب متاعك جديد، هذا متاع الأمن والأمان والسلام. راهو الأمن والسلام والأمان ما يتحققش بالطريقة هذيك، ومش عن طريق منظمات مخادعة. امشي أقرأ عليها الساكتة هذيك. هو يمكن بابا هدايا براهما بابا مات ومشى، منظمة يعني عندها 110 مركز في العالم، يعني أموال يا أموال. يا أخي ما تفكرش شوية؟ راهو مخي وقف. أنا أعمل بحث على جوجل وشوف، أعمل بحث على جوجل. راهي الروحانيات في داخلك، مش فما شكون يعلمك ليها. راهي الروحانيات تتعلمها بالمعرفة، الروحانيات بالفعل، بالعمل، بالمواقف الأساسية اللي تعملها في حياتك. راهو الروحانيات ما تقولش الناس تبعوني ولا تبعوا المذهب متاعي. الروحانيات انك تعلمها بالمعرفة، انك تعلمها وتخليهم يختاروا وحدهم، ماكش انت باش توريهم، لان كل واحد عنده المفتاح متاعه. هذا اش حبيت بعدها نقول. والمسألة الأخيرة راي فكرة انك ترجع وما يسمى بالعودة الأبدية هو كلام فارغ ليس له أي أساس من الصحة، مثل فكرة الجنة والنار. لو هناك عودة للإنسان الذي يموت، هو الإنسان الذي فعل أشياء في الحياة هذه ويرجع الإنسان، لأن لا يمكن أن يعود الشيء من عالم العدم إلا عندما واحد من عالم الوجود ينجم يرجعه. وهذا بالعلم، لازمك تشجع على العلم مش تشجع على الخرافات والحكايات الفارغة. ومادام الإنسان ما وصلش لغاديكا، على الأقل تعمل حاجة تقعد في التاريخ، تثبت ذاتك، تولي أنت سميرة، ما عادش ظل لأي إنسان آخر، تكون شخص قائم بذاتك، عندك شهادة، وأنك تشهد وتقول الجرائم اللي ارتكبتهم النهضة الكل، وتعتذر لكل النساء اللي لبستهم حجاب، ومنهم بناتك توا اللي مازال لابس حجاب، وتفيقهم على روحهم وقول لهم عيشوا حياتكم، راهي الدنيا فيها موت، وراهي فرصة الحياة هذه ان نعيشوها كيما احنا نحب نعيشوها، مش كيما يحبها ابراهيم بابا، ولا يحبها محمد، ولا يحبها عيسى، ولا يحبها موسى، ولا يحبها البطيخ. اتمنى ان تسمع هذا الكلام متاعي، تسمعه، ما تهربش، ما تسدش وضنيك، تسمعه وتفهم وتعمل حاجة واحدة قبل ما تغادر هذه الحياة. يا سيدي ما تنجمش تعملها توا، على الأقل سجلها وخليها بعد لا تموت باش تكون دليل واضح وبين للناس الكل. هذا اللي حبيت أقوله لك. نتمنى أنك ما تهربش وتسمع هذه الفيديو وتتصل بيا ونفقعوا هذه الدمالة. وأنا نعرف أنك تنجم تتصل بيا، كان تحب بالفعل تتصل بيا وتمشي مرتاحة، ما تمشيش وانتي معملة باش تعاود ترجع للدنيا هذه. راهو اللي مشى ما رجعش، وراهو يكذبوا عليكم، يقول لك الدورة 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 والسيرورة. راهي الساعة عقارب الساعة وقتها تدور، صحيح تشوفها تعاود تدور تعاود تدور، ولكن ماضي ساعة مش ماضي ساعتين، وماضي ساعة البارح مش ماضي ساعة اليوم، والخمسة البارح مش الخمسة اليوم، ومش الخمسة غدوة. الدنيا هذه ليس فيها تكرار، وليس فيها شيئين متشابهين. الشيء المتشابه يعني واحدة منهم ما تصلحش، ولكن خلينا من المعتقد متاعك يا سيدي، يوم من اللي انت باش تعاود ترجع، فهمت؟ باش تعاود ترجع هو من على روحك، ماك تحب تتحرق ويتبعوا الدخان متاعك ويعرفوك فيك باش تتولد، فهمت؟ خلي يا سيدي تحب تؤمن بالامور هذيك هو على روحك، أمورك الخاصة، ولكن على الأقل أعمل شهادة للتاريخ، شهادة لخطر الإسلام، وشهادة لخطر حركة النهضة على تونس والحركات الإسلامية على العالم. وأنت وضميرك المهم كان بالفعل أنت في غيبوبة وما عادش نجم ترجع للحياة هذه. المهم أنا قلت الواجب متاعي، ومسألة الموت ومعنى الموت أنا عندي وجهة نظر
ما نقولش هي المطلقة. عملت تجارب، حتى أنا عملت 20,000 تجربة، وصلت إلى شيء يمكن بالنسبة لي أنا يرضيني، ويمكن في المستقبل يتبدل، ولكن على حسب التجارب بتاعي راهو الحاجة الوحيدة اللي يمكن أن يرجع الموتى أو يمنع الموت هو الإنسان الموجود الآن، الموجود الحي. وهذا سوف تعرفوه بالتفاصيل في الفيديوهات بتاعي حول تاريخ المعتقد. أرجوك يا سميرة كان تسمع الفيديو هذه اتصل بيا، خلينا كما نقولوا احنا نتفارقوا، او تسافر كي تحب تسميها سفر، او تموت وانت ما عندكش ذرة غل او كره في قلبك، وانك تفهم للتوانسة وللمسلمين خطر هذا الدين وخطر الحركات الإسلامية على العالم. وشكرا، نتمنى انك تسمع الفيديو. على كل حال كما سمعتوش، مع السلامة. وراهو الوعي موجود، كان في الدنيا وقت تموت ما عادش فما وعي، انتهى الوعي، لأن الوعي مربوط بالمادة. وهذا نحكي عليه في الفيديوهات متاعي بالتفاصيل، نطرح جميع وجهات النظر حول ما بعد الموت، ثم نطرح التجربة متاعي على حسب معناتها اللي عملته أنا، وطبعا قابل للنقاش وقابل للحوار وللتعديل على ضوء العلم والمعرفة الإنسانية، وإلى أين وصل الإنسان من المعارف. وبالسلامة.